السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن ممثل مصري اسمه فكري أباظة. فكري أباظة هو ممثل مصري كانت بدايته من خلال السينما في فترة السبعينات من خلال المشاركة في فيلم البنات لازم تتجوز سنة 1973، ثم فيلم الحساب يا مدموزيل عام 1976، وتوالت أعماله ما بين السينما والتلفزيون حتى مطلع الألفينات. من أبرز أعماله فيلم أيام السادات وسر للغاية ومسلسل محمود المصري. الفنان الراحل فكري أباظة رحمة الله عليه له حوالي أكثر من 60 عمل فني، منهم في عام 1973 فيلم البنات لازم تتجوز، وفي عام 1975 مسلسل الشاطئ المهجور، وفي عام 1976 فيلم أنا لا عاقلة ولا مجنونة، و1977 فيلم أين المفر، و1978 فيلم ضاع العمر يا ولدي، وفيلم وادي الذكريات. أما في عام 1979 فشارك في فيلم قصة الحي الغربي، وفي عام 1980 شارك في فيلم الأقوياء، وفي عام 1981 فيلم أنا في عيني. أما في عام 1984 فشارك في فيلم حتى لا يطير الدخان. وله من الأعمال أيضا عشان انت كده اهو مالكيش في الهلس والكلام الفارغ. الفنان الراحل فكري أباظة هو الشقيق الأصغر للفنان رشدي أباظة. الفنان فكري أباظة كان متزوجا من الفنانة المعتزلة حياة أنديل. تاريخ ميلاده كان 19 يوليو عام 1950، وتوفي رحمة الله عليه يوم 18 نوفمبر عام 2004 عن عمر 54 عاما إثر أزمة قلبية. كنا نتحدث عن الفنان الراحل رحمة الله عليه فكري أباظة وممثلين زمان ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.